أخلق الخلق وأفنيهم أنا. انظر إلى نبرة العزة في قول الله عز وجل عن نبي الله سليمان: ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. شموخ النخلة، تشبع بالله، تشبع بلا إله إلا الله. إلى قول يوسف: وقد أشاد به رسول الله نفسه صلى الله عليه وسلم ومقدمهم وأعظمهم، وإنما سردت بالسرد التاريخي، ولكن محمدا لا يتقدمه أحد. قال صلى الله عليه وسلم: ويرحم الله أخي يوسف أنه لم يتعجل في خروجه من السجن. لما جاءه الرسول قال له: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، أبرئ جنابي أولا، لست إلا طاهر الذيل. لذلك انبهر الملك به، فقال في الثانية: ائتوني به أستخلصه لنفسي. إنما في الأولى قال: ائتوني به فقط. فلما رأى سموه هذا أذهله. والأمثلة في ذلك كثيرة. فإن آمنوا بالضبط بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فهذا مثال يحدث به الأسوة. والأسوة أيها الإخوة تحدث في الطيب والسيء. ليه؟ لأنه المرء مجبول على اتباع غيره، إلا أن يكون عنده من الدافع ما لا يتبع به غيره. كما قال ابن قتيبة الدينوري رحمه الله: الناس أسراب طير يتبع بعضهم بعضا، فإذا خرجت فئة تعبد غير الله والناس يعلمون أن لا إله إلا الله وجدت لها أتباعا وأشياعا، هيلاقي حد يمشي وراه. ولما فطن الناس لهذا الأصل كان التنبيه عليه سلبا وإيجابا. قال الأوزاعي رحمه الله: كنا نلهو ونلعب ونضحك فعل الشباب. احنا في سن مبكرة. ثم عقب قائلا: أما إذ صرنا أئمة يقتدى بنا فلا. إذا كان الناس قد عقدت أعينهم علينا ويأتسون بنا ويتبعوننا فلا، يبقى كل شيء بحساب.